يا مساء الفل عليكم، ازيكم؟ تعالوا شوفوا كده معايا الجمال ده. ايه رأيكم في الجمال ده؟ طبعا مفيش احلى من كوبايه شاي بلبن مع المنين ده، حاجه كده في منتهى الجمال. النهارده هعمل لكم منين بالعجوه ومنين ساده ومنين بالشمر واليانسون. تعالوا بصوا، تعالوا يلا بسرعه نشوف الطريقه. اول حاجه معايا كيلو من الدقيق. تمام، هنزل عليهم بمعلقتين كبار من السمسم، معلقتين كبار من السكر. تمام كده، ومعايا كمان كيسين من الخميره، ومعايا معلقه صغيره مليانه من ريحه الكحك، ربع معلقه صغيره من الملح، واقلب كل المكونات الجافه كده مع بعض. وهسيب لكم كمان كل المكونات، هكتبها لكم تحت الفيديو او في اول كومنت. تمام كده. بعد بقى ما خلطت كل المكونات الجافه على بعض، هنزل عليهم ب 300 جرام من الزبده الدافيه. تمام كده، بعدها هنزل بنص كوبايه من الزيت، واقلب بقى كل ده بالراحه خالص. ولو انت بتعجنيها على ايدك مفيش اي مشكله، تقدري كده تعجنيها ودخلي كده الدقيق مع الزبده والزيت لحد كده ايه، اما الدقيق يتشرب ونبسهم كويس جدا. طبعا الزيت دافي والزبده كانت دافيه. تمام كده. هنا بقى هنزل عليهم بعد ما بستهم لمده 5 دقايق، هبتدي انزل عليهم بكوبايه من اللبن بالتدريج. تمام كده، كوبايه كوبايه وربع على حسب نوع الدقيق، برضو هتاخد منك لبن قد ايه. بعد بقى اما اديتها الدقيق اللبن كويس جدا وقلبتها كويس. طبعا احنا بنقلب بس مش بنعجنها، عشان العجينه ما تبص منك وتنشف. تمام كده، وطلعت معانا بالجمال ده. باجي الفها بعملها كده، باخد قرص منها واكورها واضغط عليها، اهم حاجه ما تكونش مشققه. خدت جزء بقى من العجينه، حطيته في طبق وغطيته طبعا عشان ما تنشفش. وده كمان هنا طحنه شمر وينسون، حطيت بقى على الكميه دي معلقه كده وضربتهم. وهنا بقى تعالوا نجهز العجوه. بعد ما جهزنا العجينه الساده والعجينه اللي بالشمر وينسون منين، تعالوا بقى نجهز العجوه. معانا رشه من القرفه ومعلقه كبيره من الزبده مع 300 جرام من العجوه، ونقلب بقى كويس جدا كده. هنا بقى لو لقيتي العجوه معاكي جامده ومش عارفه كده تعجنيها كويس، دخليها في الميكرويف لمده 10 ثواني، وهتطلع معاكي بالجمال ده كده وتبقى سهله معاكي في العجن. وضفت كمان معلقه كبيره من السمسم. تمام كده، وقلبتها وكده معايا جاهزه. اهم حاجه في المنين نغطيه كويس جدا، ونكون في اثناء واحنا شغالين فيه نكون مغطيينه عشان ما ينشفش. وتاني حاجه كل المكونات اللي احنا مستخدمينها تكون دافيه، سواء اللبن او الزبده او الزيت، المكونات السائله تكون دافيه. تمام، خدت بقى جزء كده من العجينه وابتديت بقى ان انا افردها كده، مش قادره اقول لكم على ريحتها وجمالها. اعملي بقى المنين، هيطلع معاكي في منتهى الجمال وينفعك كده على الفطار جنب كوباية الشاي، حاجة كده في منتهى الجمال. بعد بقى ما فردت المنين بالشكل ده ورققته كويس، حاولي ان انت ترققيه بسمك نص سنتي، ما يهمكيش لان كده كده اصلا هيزيد حجمه، عشان حاطين له خميره. تمام كده، هبتدي بقى جبت بقى عجله البيتزا دي، قطعت البيتزا وابتديت ان انا اقطعها زي ما انتم ما شفتوا كده، وعلى صاج ألمونيوم، مش مدهون اي حاجه خالص ولا ورقه زبده ولا اي حاجه. وابتديت ان انا ارص عليه المنين بالشكل ده. وبكده جهزنا الساده. تعالوا بقى ناخد بقى الجزء التاني اللي بالشمر واليانسون. تمام كده، هفردها برضو. بعد بقى ما افردها كده واظبطها، واروح برضو مقطعاها كل الجوانب بعجلة البيتزا، واقطعها بقى بالشكل ده يتقطع معاكي بكل سهولة، ومن غير بقى سكينة. معانا العجلة على طول، وظبطناه وظبطنا الجوانب وعملناه احلى من بره كمان وشكله تحفة. هبتدي بقى ان انا اخده برضو وارصه في الصينية من غير اي اضافات. هنا بقى العجوة ومجهزة بقى كمان سمسم. السمسم حطيت عليه معلقة كبيرة من العسل الاسود. تمام كده، يعني الربع كوبايه حطيت تقريبا نص كوبايه من السمسم، عليهم معلقه كبيره مليانه عسل اسود. وعايزه اقول لكم دي افضل طريقه نحط بيها السمسم على المنين، جميله جدا. والعسل بيخليه ثابت على المنين، وبيديله كمان طعم تحفه. يا جماعه جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. هنا بقى بعد ما فردت كده طبقه تخينه من عجينه المنين، حطيت بقى عليه العجوه، فردتها زي ما انتم ما شايفين. هبتدي بقى اقفل الجوانب بقى كويس جدا كده. وعشان اسهل عليا ان انا اعرف يعني اشتغل فيها، قصيتها بالنص. وهبتدي بقى بعد ما قفلتها وقفلت الجوانب، ابتدي بقى ان انا ابرمها بالشكل ده. خلاص برمتها وظبطتها.
انا عايزه اقول لكم ان انتوا ممكن تسيبوها كده وهي مبرومه وتقطعوه يبقى كعب غزال، مفيش اي مشكله، وزي اللي انتوا بتشتروه من الافران. لكن انا بقى هبططه، وبعدين الحركه دي بتضمن لي ان المنين كله من اول المنينيه لاخرها هيكون فيها العجوه. هبتدي بقى السمسم بقى اظبطه كده في كل الجوانب، وابطط بقى كده شويه كده العجينه عشان تديني شكل المنين عشان اعرف اقطعه. شايفين السمسم ثبت عليه ازاي؟ مش قادره اقول لكم كمان على جماله وجمال طعمه. جربوه هتعجبكم جدا. يبقى السمسم محمص، حط له كمان آم، معلقه كبيره من العسل الاسود. تمام كده، ابتديت بقى احطه على المنين واقطع بقى بالشكل ده. مش قادره اقول لكم على جماله. حتى لو مش واضح قدامكم دلوقتي ان العجوه كاسيه المنينيه كلها، عايزه اقولك ان دي هتنفعك الطريقه دي جدا، خصوصا لو انتي مبتدئه. وتاني حاجه هتبان في التسويه، هوريها لكم العجينه الاخر المنين. شايفين بقى؟ وهرصه برده كده في الصينيه، وما شاء الله حاجه كده تحفه. هعمل برضو واحده تانية. هبتدي برضو اقفله كده. يبقى بكيلو من المنين هتعملي كل الجمال ده. هنقفله برضو، وهبتدي ان انا الفه كويس واتاكد ان كل الجوانب معايا خلاص اتقفلت وبرمته تاني شويه. وبعدين احط بقى السمسم، وانا بحطه وجاي اضغط عليه بضغط وبنزل العجينه شويه، بضغط العجينه كده لتحت عشان تديني شكل المنين. بس. وهندخله بقى على فرن سخن بدرجه حراره 200 لمده ربع ساعه. ربع ساعه ونشوفه يا جماعه. مدة درجة حرارة فرن سخن من قبلها واحنا شغالين. درجة حرارة 200. بعد ما بخلص الكمية وتشكيل الكمية كلها ببتدي ان انا اسوي. تمام كده، بعد ما خلصت الكمية كلها سويتها على درجة حرارة 100 درجة حرارة عفوا 200 لمدة ربع ساعة، وراقبه أول ما ياخد كده لون جميل ذهبي كده من تحت. أفتح عليه الشواية ثواني. بل وعايزة أقول لكم إن انتوا كمان مش هتحتاجوا الشواية، هياخد معاكم لون في منتهى الجمال. سواء بقى المنين اللي بالعجوة أو السادة أو اللي بالشمر واليانسون، عايزة أقول لكم إن التلاتة أحلى من بعض. حاجة جميلة جدا. عملنا بكيلو دقيق تشكيلة خطيرة يا جماعة، حلوة جدا هتعجبكم جدا. وباقي بقى السادة عملتهم ورحت حطيت عليهم سمسم كده بالعسل اللي هو السادة ده. تمام. وعاملين بالشمر واليانسون، عايزة اقول لكم جميل جدا مع كوباية شاي بقى خطير. وانا بصراحة ما استنيتش، عملت على طول كوباية شاي بلبن. وقلت بقى ايه اشرب معاه شوية المنين الجمال دول. احلى حاجة في السقعة يا جماعة. شايفين؟ عايزه اقول لكم المنين خطير. جربوا الطريقه دي هتدعوا لي عليها وهتعجبكم جدا جدا جدا. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده. باي باي. شايفين بقى العجوه ازاي جايه للاخر؟ قلت اقول لكم قبل ما انهي الفيديو. باي. اهم